صباح الفل، ازيكم يا حبايب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ في حاجه حلوه قوي بتتعمل هنا في امريكا، ما اعرفش بتتعمل في كندا والدول الاوروبيه ولا لا، بس الجميل هنا ان انت في حاجه اسمها جراج سيل ويارد سيل وستيت سيل. دول عباره عن ايه بقى؟ ببساطة شديدة جدًا، بعد فترة كده أكيد بنمل من الحاجات اللي عندنا في البيت، فبنكون عايزين نغيّرها، نجددها، فده معناه إن إحنا هنشتري غيرها، فدايمًا بنرميها ونخسر فيها، فممكن إن إحنا نبيعها، فبنعرض الحاجات اللي إحنا مش عايزينها ديّة للناس والناس تيجي تشتريها مننا، فبنعمل إعلان ونحط يافط في الشوارع ونعرّف الناس اتجاه البيت بتاعنا، فالناس تيجي بعد كده وتلاقي الحاجات دي معروضة لا إما في الجراج سيل يعني في الجراج، لا إما في اليارد سيل اللي هي المنطقة اللي بتبقى قدام البيت بالمساحة الكبيرة ديّة والجراج نفسه كمان. أمّا بقى بالنسبة للstate sale فهو كل حاجة أنتم مش عايزينها جوّه البيت أو برّه البيت بتعرضوها للبيع، وطبعًا بيبقى في حاجات لقطة جدًا وتبقى الأسعار أرخص بكتير وأوفر بكتير من إنكم تشتروها من المحلات. تعالى كده نشوف مع بعض، ناخد جوله كده ونشوف ايه اللي ممكن نلاقيه في ستيت سيل الواحد ممكن يشتريه. يلا بينا. يلا بينا. اهو ده بيت عادي بتخش فيه، بتلاقي عندك $75 مثلا الكرسي ده، تمام. وبتلاقوا بعد كده عندكم هنا بص مثلا الترابيزه دي ب $100. طبعا الناس هنا منظمه جدا، مش معظم الناس بتعمل الكلام ده، صح؟ مش بيحطوا الاسعار بالطريقه ديت، ولا كله بيحط الاسعار بالطريقه دي؟ مثلا ده ب $640، تمام. وبصوا هنا كمان 640. بصوا حتى كمان دي $200. طبعا بيبقى مدته يومين بس، يعني ممكن يومين بس ولا اكتر. هو Oh, you guys are doing the blog. They're talking about the blog outside. آم، هو بيكون لمدة قد ما بدك، بس أغلب الناس تعملها، أوكي. أكثر الناس تعملها بالويكند. بتبلش مثلا من الجمعة بعد الظهر، وبعدين السبت والأحد لأنه الناس تكون معطلة فبيجيوا الناس أكثر ياخذوه. بس مثل ما انتم شايفين هلا نحن يوم السبت الصبح بكير، وفي يلا. كثير شغلات اصلا يعني منباعة اوريدي جبنا نحن يا دوب لقوتنا يعني. بالظبط. بصوا برضو ما يطلع فوق. بصوا كمان، يعني مثلا هنا بيقولوا لكم نوت فور سيل، ما تخشش هنا، نوت فور سيل، مش للبيع. اي حاجه جوه هنا مش للبيع، بس هنا مثلا كل حاجه محطوط عليها زي ما انتم شايفين ستيكر احمر اصفر اخضر، اصفر اهو، طيب اخضر، ايه الحاجات دي؟ عاملينها بطريقه منظمه جدا حلوه، بحيث ان انت مثلا هو حاطط لك دي ب$5، الازرق $5، الاحمر بنص، الاصفر $1، البرتقاني ب10، الاخضر ب3. فانت بتشوف كده اللي انت عايزه، وبعدين بناء عليه تيجي وايه وتختار. مثلا دي سولد، بصوا دي اتباعت خلاص، فانت لو انت عاجباك خلاص اتباعت لحد تاني، تمام. بصوا وبصوا هنا نفس الحكايه، تمام. بعدين بتخشوا هنا بقى تلاقوا في كتب، ناس مثلا بتبيع كتب، ناس مش عايزه الكتب دي. دي مثلا بيقول لك ايتش، كل حاجه ايتش حمرا، بدل ما يقعد يحط عليهم كلهم احمر، فحط لك خلاص ايتش واحده فيهم بالاحمر. الاحمر اللي هو كام؟ بص كل الحاجات ديت حتى الوان، يعني دي علبه الوان كامله، تمام. بص كتب كمان، كل ده، ودي كمان $16. تعالوا بقى اوريكم الدنيا تحت عامله ازاي، كل حاجه حتى الادوات. بصوا الكوبايات مثلا اهو، بصوا هنا كمان اسعار كمان كل حاجه، 3 نص دولار، 5 10، فعلى حسب انت عايز ايه بتشوف الستيكر اللي عليه لونه ايه وتشوفه. هم دول التلاتة مع بعض ب$20، دول مع بعض كلهم ب$20. عندكم المكتبه دي ب$100، اللوحه دي ب$100 برضو، المكتبه دي كلها $600. الكنبه دي كانت عجباني جدا، كنت عايز بصراحه ناخدها، بس للاسف يعني اتباعت اهو، سولد. بس حلو البيت صح؟ نسأله بالبيت للبيع ولا لأ؟ احنا خدنا هنا الكنب، كان في كراسي هنا خدناهم، هنا بقى حاجات تانية، كراسي حلوة. بصوا حتى العجل، لو حد عايز يشتري عجلة، عجل هنا موجود، سكوترز، كل الحاجات دي بقى بتسألوهم أسعارها كام. فزي ما انتم شفتوا كده يا جماعه هو ده بيبقى الستيت سيل. هو طبعا اللي انتم شفتوه النهارده ده يعني للاسف احنا رحنا متاخر، فكان في حاجات كتير جدا اتباعت، فنصيحتنا ليكم لا روحوا بدري. هو عاده زي ما رنا قالت كده بيبقى في الويك اند، فانتوا روحوا بدري، عندكم الجمعه بيبدا من الجمعه، فانتوا ماشيين بالعربيه كده هتلاقوا في يافطات بتبقى موجوده على عواميد النور، على اشاره المرور نفسها، على الشجر، هتلاقوا اليافطات دي مكتوب عليها يارد سيل او جراس سيل او ستيت سيل، فانتوا امشوا مع الاتجاهات هتوصلوا لغايه المكان نفسه، وهتلاقوا حاجات لقطة جدا. وطبعا يعني ده هيساعدكم توفروا كتير، فانتوا لو عايشين في امريكا
فاستغلوا الموضوع ده جدا وشوفوا الاعلانات اللي مكتوب عليها يارد سيل وجارج سيل وكده. وان شاء الله استنوا برضو مننا فيديوهات جامده جدا الفتره الجايه، سواء عن جارج سيل او يارد سيل او ستيت سيل او فيديوهات تانية كتيره. فتاكدوا انتم مشتركين في القناه وفعلين الجرس، واول مره بتشوفونا هي رنا وانا علي. لو الفيديو عجبكم لايك شير سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.